وهي فنجان القهوة. يسلموا دياتي. إن شاء الله شبعت. نسيان اللقمة الأخيرة اللي لازم تكون من تحت إيدي. 1 2 ها 3. شو بدك أطبخ لك اليوم؟ حياتي بعدنا عم نفطر، ما فيني اشتهي شي هلا، بس انت اعملي اللي بدك اياه، كل شي من ايدك طيب. يا رب تنجينا. شو قلت؟ عكلين أنا رح أطبخ لك اليوم أكلة جديدة. هي الأكلة حبيبي طالعتها من الإنترنت من موقع آسيا أفريقي. قال هي الأكلة يلي بياكلها بياكل أصابعه وراها. آسيا أفريقية؟ كمان راح تطعمينا حشيش؟ حياتي فيني أسألك شو بتشكي الأكلات العربية؟ يا حبيبي الأكلات العربية كلها كوليسترول ضغط سكر، أما هي الأكلات اللي عم بحكي لك عنها كلها فيتامينات. رانيا عم بحكي عن الأكلات الآسيوية مش الأخبار العربية. كله أضرب من بعضه. خلص اللي بدك إياه، آسيو أفريقيا اللي بدك إياه، عن إذنك. تأخرت وصار لازم أروح هلا. إيه والقهوة؟ خلص حياتي ما فيني أتأخر بعد أكثر من هيك، واسمع كلامي من المدير عند الصبح، عن إذنك. مع السلامة حبيبي، لا تطول. لا معك. وهلا على المطبخ. يا عيني يا عيني. اخ شو الريحة هي؟ نسينا البصل. هاي البصل. شوف ناقص كمان. الله عليكي يا رانيا، الله. بصل بطاطا فلفله بندوره. يلا يا علينا. تقبريني. الو. ايه ماما؟ ايه حبيبتي؟ ايه سمعته بس ما كنت قدرانه ارد عليكي، لكن مشغوله ما بتعرفي المطبخ. لا بس كنت عم اقشر البصلات. خضار مشكله. لا مو على طريقتنا، هي طريقه تانية ماما اخذتها من على الانترنت. قال هي اسمها آسيا افريقيه. ايش شو بيعرفني؟ قلت بجربها. لا منيحه تقبريني، يعني تركبنا شوي بس ويا على عيونهم هالجيران. بتصدقي انه لهلا ما حدا دق الباب علي وسالني كيفك؟ بعرف انه كل واحد هو وظروفه، بس قد ما كان الواحد بيسأل. ماشي تقبريني، ما بعرف مين عم يدق الباب. خلص بعدين بحاكيكي. يلا باي مع السلامه. يوه يا مين شوفنا. مرحبا. ايه اهلا وسهلا. قالوا لي عندك غرفة للأجار فوق على الروف، في شوفها إذا منا مأجرة؟ ايه تفضلي. يا اهلا وسهلا. لا تواخذيني اذا ريحة البيت طبخ، بتعرفي المطبخ وقصصه. ولا يهمك حبيبتي، أنا ما رح آخذ من وقتك كثير، بس بدي أعرف أنا فيي آخذ الغرفة اللي فوق؟ ايه لك عم تكرم عيونك، هلا بجيب لك المفتاح وبخليكي تشوفيها، بس في سؤال صغير عاد بالمؤاخذة، قديش بدك تضلي عنا؟ هلا بالمبدأ العام شي 6 أيام. ايوه. ايه تفضلي ارتاحي، بتكوني تعبتي من الكعب العالي ما شاء الله، كيف قدرانة تمشي فيه؟ يا اهلا وسهلا. تفضلي. ما تعرفت على حضرتك؟ أنا اسمي أنغام. الله شو هالاسم الحلو، عاشت الاسامي. مساك حبيبي ياكي. وأنتِ مدام شو اسمك؟ انا اسمي رانيا. تشرفت فيكي يا مدام رانيا. الله يخليكي. حضرتك مالك متجوزة؟ لا ماني متجوزة. ايوه يعني رح تسكني لحالك عنا. ايه منيح الحمد لله، بس اكيد العرسان حواليكي ما شاء الله مثل القمر، يخزي العين من عيني. وأنتِ مدام رانيا عندك أولاد؟ لا والله ما عندي اولاد، بس مبسوطين انا وجوزي، ما لنا زعلانين. يلا ان شاء الله يا رب قريبا بنفرح لك بولد يا مدام رانيا. ايه تقبشيني ان شاء الله، بس تقبريني خلينا هيك بدون رسميات، انت بتنادي لي رانيا وانا بنادي لك انغام، يعني مثل ما بيقولوا حاف ما بدها القصه اهليه
المحلية؟ عبسات احمد يعني؟ هي تقبشيني، شو حبيتك شو حبيتك. ما شاء الله حلوة ومهضومة. دخيلي قلبك. شو رأيك أعمل لك فنجان قهوة؟ بكون إجا جوزي طريف بنتغدى هيك سوا، عاملة خضار مشكلة من تحدياتك، بس مو مثل اللي بتعرفيها، لا 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 لا، خضار مشكلة على الطريقة الآسيا أفريقية، قريت على الإنترنت. ايه، ما هي ريحة الطبخ كانت واصلة لراس البناية، بس تقبريني أنا ما بدي أعزبك، بشرب معك فنجان قهوة بطلع بستريح فوق لأنه جاي من السفر وكتير تعبانة. تعبانة؟ ايه طب حمدك تتعبي. ايه تكرم عيونك حبيبتي، تكرم عيونك. رح ساوي لك فنجان قهوة، بس ما قلتي لي يعني هذا الكعب مو بتعب كثير؟ ما كم سنتي هاد؟ لزوم الحياة يعني. اي والله الحياة صعبة يا اختي. رح ساوي لك فنجان قهوة. حبيبة قلبي ماشي. بيتك ها. هلا بتقدر تقول انه انا نص نص، يعني احيانا كثير بحب اكون هيك مع الناس ومع العالم وضجه وصخب وكل شيء، واحيانا برجع بحن لهذا الهدوء اللي تعودت عليه، لانه مثل ما بتعرفوا انه انا وجوزي لحالنا وحيدين، فيعني نص هيك نص هيك، احيانا بمل من هذا النص واحيانا بمل من هذا النص. لا تواخذيني تاخرت عليكي حبيبة قلبي ولا يهمك. تقبريني. برافو عليكي، اعتبرتي البيت بيتك يا عميت. اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. حتدوقي قهوة بحياتك ما دقتي أطيب منها. ايه واضح من الريحة. ما قلتي لي حضرتك من وين؟ من الشام؟ أنا من الشام، من الصالحية. يا عيني أحلى عالم والله. لك هالشام وعلى أهل الشام. يا حسرتي عليها ستي، ما بدنا نفتق المواجع. آمين يا رب. حضرتك جاية لهون شغل ولا زيارة ولا فيزا؟ مو فضول ولا تحقيق، بس مشان إذا بدك مساعدة ساعدك. خليني يعني. لا أنا جاية لهون بشغل. أيوة. أنا بشتغل فنانة، بتعرف الفنان بشتغل بكل مكان. ايوه فنانة، ما شاء الله حولك. قلت لحالي والله قلبي حبك من اول ما شفتك، يخزي العين حولك. يا الله انا بحب الفن والفنانين كثير. خليني اتصور انا وياكي وابعتها لرفقاتي على الواتساب، شو رايك؟ أنا رح أتصور معك ورح ننزل الصورة على الانستغرام، شو رايك؟ ورح نشوف كم لايك بتجيب. يعني انت حتصوريني عندك بالموبايل إيه يلا يلا ليش لا؟ حتقومي انت ولا اقوم انا؟ أنا اللي بقوم ولا؟ يلا تعي تصوري معي، ماشي الحال، امري لله. ارجيني. هي تبع الحمام بس برتاح فيها. ارجيني هيك بس خليني دقيقة اضبطها. ايوه هيك تمام. ايوه ارجيني. عندك فلتر؟ ايه ماشي، بس خلص بتفلتريها. يلا. شفتي شو حلوة؟ كتير حلوة، يخزي العين. شايفة ما أحلاني؟ شو رأيك نطلع على التراس نتصور فوق؟ عندي تراس بيطير العالم. امشي يلا تعال. لما بتفرج على الأخبار وبشوف شو عم بيصير ببلدي بتمنى إني أكون معهم أو يكونوا معي. كل أهل بلدي على فكرة، مو بس أهلي. بعت لهم الصورة لرفقاتي. ايه شو قالوا لك؟ قال إن شاء الله ما بتبلى هالضحكة ولا بيبلى صف السنان. ايه بس أنا ما كنت عم بضحك بالصورة. عم يحكوا علي مو عليكي. ايه؟ شو قالوا لك كمان؟ عم بيقولوا يعني عدم المؤاخذة هن مو كتير بيتفرجوا على التلفزيون. قال انت بأي مسلسل بتطلعي؟ هلا أنا بمثل بس مو بالمسلسلات. ايوه لحظة لقلون. قال هي بتمثل بس مو بالمسلسلات. يعني عدم المؤاخذة شو بتغني؟ بغني بس مو بالحفلات. ايوه. ايه قال هي بتغني بس مو بالحفلات. عم تقلي انه ما فهمت علينا، يعني لتكوني رسامة. لا أنا ماني رسامة، أنا فنانة استعراضية، يعني أنا برقص بالحفلات، برقص بالأعراس، بالمهرجانات، هيك يعني. أيوة يعني بتمثلي وبتغني وبترقصي. برافو عليكي، مثل شريهان. عليكي نور، مثل شريهان. دقيقة لأبعت لهم. يلا. لك عرفتوها؟ هي ممثلة استعراضية، يعني بتشتغل على المسرح. عرفوكي؟ قال انت الممثلة اللي مثلتي بمسرحية 7 أبواب؟ بالضبط، هيدي أنا. يا عيني عليكي، نيالك يا أختي نيالك. أكيد بتسافري كتير ولا طبخ ولا نفخ ولا جواز. بالضبط، أنا بسافر كتير وبطبخ قليل. إيه ما شاء الله حولك، مشان هيك جسمك بيطير العقل ومحافظة على رشاقتك.
وانت كمان حبيبتي جسمك فيه الصفات المثالية للرقص الشرقي. انا إيه بس لابسه عريض، شلون شفتي جسمي؟ واضح، هذا الشيء كتير واضح. هي تقبشيني، الله يجبر بخاطرك. الهي دخيل قلبك، والله حبيتك كثير يا ست انغام. اصلا يلي مثلك ويلي عندهم نفس مواصفاتك المسرح بيكون عم يرقص تحت اجريهم. ايه والله ما يسمعك جوزي لحتى. ليكي كأنه في كتير أصوات قوية بهي المنطقة. تقبريني ضشتي؟ امشي ننزل على الصالون. تعي هي قهوتك كمان. يا عميت اهلين وسهلين. خلي لي اياك. تفضلي. جيران اول دقة باب كانت من انغام، الله يذكرها بالخير. ما بعرف هلا وين بتكون. اهلا وسهلا فيكي يا ست انغام، والله فرحان قلبي فيكي. تفضلي. يا حبيبة قلبي. قبل شوي لما كنت عم بحكي مع امي سالتني اذا اجوا الجيران سلموا علي، قلت لها لا والله. بتصدقي صار لي شهر منتقله لهون على البيت ما حدا دق الباب علي. يو اكيد في قصة معناها، بس ليكي كل انسان وعنده ظروفه، يعني بدك تطولي بالك وتقدري، ما بتعرفي كل واحد شو ظرفه بهالدنيا. معك حق، بس يعني شو بده يكون ظرفون؟ يعني شو بده يكون في عندهم؟ كلها دقت باب وفوت السؤال مرحبا اهلين. اختي ما صار شيء، هل ما بجي لعندك تعال عنده، روحي انت دقي عليهم الباب. شو هالحكي؟ انا بدي اروح دق الباب؟ تقبريني لساتك صغيره وما بتعرفي، ما بصير. دائما معروف انه الجيران لما بتيجي جاره جديده بيجمعوا حالهم كلياتهم وبيجوا بيسلموا عليها، هيك العادات عنا. يا اختي ما صار شيء، يمكن العادات عندهم غير العادات عنا، خلص دقي عليهم انت الباب. شفتي؟ هي شطري تقبشيني، الك نصيب تاكلي من الخضار المشكله. يلا حبيبي يلا. شو ما معك مفتاح؟ مرحبا. اهلا وسهلا. سمر جارتكم. يا اهلا وسهلا فيكي، وانا رانيا جارتكم. مرحبا. سمر جارتنا، انا رانيا. انغام رح تصير جارتنا، رح تسكن بالاوضه اللي عندنا فوق بالتراس. شو حلو. اهلين. اهلا تفضلوا شو بكون؟ لا تقبريني، رح خليكي انت وياها مع بعض وانا خلوني اطلع ارتاح لاني تعبانه كثير. يو شو هالحكي؟ عدي شوي انغام مشان الله. لا يا قلبي بدي اطلع ارتاح لاني لازم انزل مسا عشيه صرف المصاري لحتى صرف لك واعطيكي. يا عيب الشوم عليكي، شو هالحكي مصاري وما مصاري؟ نحن اولاد بلد وحده، شو هربانه؟ حبيبه قلبي خليني اطلع ريح. ماشي الحال مثل ما بدك. الله معك. الله معك يا حبيبتي. يلا باي مع باي. السلامه. اذا بدك خليكي شيء ما تعذبي حالك تقبريني، خليكي ناديلي. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلي. بتعرفي وحياتك مالي مصدقه عيوني، صار لي شهر منتقله تقريبا على البيت، ما في حدا من الجيران دق الباب علي، يعني لا حس ولا انس. يعني لو تعرفي ظرفنا كنت بتعذرينا. عذرتكم حبيبتي، عذرتكم. كل هالفترة كنت عند أمي عايشة وحدة وما لها حدا غيري، حرام مرضت وانجبرت أقعد معها شهر، ولبينما اطمنت إنه صحتها تحسنت هي جيت على بيتي. يا على قامتي ان شاء الله، كله الا الام، دخيل قلبها ان شاء الله. سلامتها حبيبتي سلامتها. الله يسلمك ويعافيكي يا رب. بتعرفي سمار، اليوم والله العظيم ما بعرف هيك كله على بعضه غريب. كيف يعني غريب؟ ما بعرف، يعني قبل شوي كنت عم حاكي امي على التليفون، قالت لي ما اجوا جيرانك سالوا عنك؟ قلت لها لا، قالت لي لك امي عذريهم، كل واحد ما بتعرفي شو ظروفه، نفس الكلام اللي انت قلتيه. ايه والله سلم تمها. انا لساتني كنت عم بحكي مع امي ندق الباب، عم فكرت انه جوزي اللي جاي، لانه ما في بالعاده يدق علي حدا غريب، ولا بتطلع انغام. رد بعد شوي ندق الباب، طلعتي انت. صبية سورية ما هيك؟ مزبوط، من عنا من الشام، من حي الصالحية، والنعم منك ومنا أكابر. والنعم منك أنت كمان. زيري شو؟ هي فنانة. فنانة؟ لك ايه فنانة، بتروح على مهرجانات، على مسارح، على فلكلور. يا يعني شو بتمثل ولا شو بتعمل؟ لك ايه بتمثل وبتغني وبترقص، يعني شلون بدي لك، مو مثل التمثيليات والمسلسلات، لا هدول على المسرح بيعملوا كل شيء، بيغنوا وبيرقصوا مثل هدول الفرق الكبيرة. كيف يعني؟ يعني نالك استعراضية شلون بدي لك، مثل شريهان، مثل نيلي، هيك يعني رقاصة. لك ايه رقاصة بس أكابر يعني بترقص هيك عرفتي هدول الحركات. بقول لك شو؟ لازم نقعد معها ونحكي معها كلمتين هيك، بركي بتعلمنا شي حركة، شي رقصة نرقص قدام رجالنا، بركي بيعبرونا شي شوي. لا حبيبتي، انا من جهتي جوزي بيطلقني اصلا، هي قالت لي انه جسمي حلو وخرج اني ارقص، بس انا ما بدي، جوزي ما بيهون عليه بالمره. إيه حبيبتي ذكريني بعد شوي. حبيبتي نحن صرنا زمان متجوزين، بعدين جوزي ما في منه وبيحبني مثل ما انا على حبتي. الله يخليكي سمر، نحن هلا تعرفنا على بعض، انا ما بحب هذا الحكي، لا تخلي الفار يلعب بعبي. ايوه تقبريني، مش قصدي عم مزح معك،
انا هيك بحب لتليت، شو ما بيجي على راسي بقوله يقطعني. ماشي الحال ماشي الحال، بعرف انك عم تمزحي. يلا شو بدك بهالحكي؟ شو تشربي؟ لا لا انا مش جاي اشرب، جاي بس سلم عليك واتعرف عليك وذوقك هالمعمولات شغل ايدي، هلا قعدوا طالعين من الفرن. دخيل قلبك، طول عمرهم اللبنانيه ذواقين بالاكل. تسلمي. دخيل الله، شو هالريحه؟ غرف قلبي من اول ما فتي من الباب. الله، بس عدم المؤاخذة يعني هيك فضول، يعني شو حاططي له؟ لأنه هيك في ريحة غريبة كأنه. ما غريب الا الشيطان، ريحة شو؟ ما بعرف حبيبتي، شمي وركزي. اي والله في ريحة، بس يا عمي انا مش حاطة الا تمر ومزهر ومورد. فرجيني. ايه والله، هي ريحة التمر وهي المع زهر وهي المع ورد. ريحة شياط الطبخة على النار، الخضار المشكلة، لا زيادة. أنا بعدني مش مقتنع لهلا إنه هاي أكلة آسيوية. مبلا حبيبي مبلا، بس الآسيويين يقبشوني إن شاء الله، بيحبوا الأكل يكون محمص شوي. يقبشوني ها؟ ايه حياتي؟ ايه. أنت متأكدة إنه الموقع اللي فتحتيه كان للأكلات الآسيوية مش للأفريقية؟ لا حبيبي، أنا قلت لك من الأول هذا أكل آسيا أفريقي، يعني نص بنص. بعدين شو مفكرني جدبة ما بعرف أقرأ وأكتب؟ بعرف أقرأ، قريت، وهذا المعلومات صحيحة، يعني كلها كانت صحيحة. سوري حياتي، مش قصدي، بس إنه يعني ما في ملامح أكل، هيدا بقى حريق. يا الله، شو حريق ملا حريق؟ مو حريق، قلت لك محمص تحميص الأكل بس. خلص حياتي، خلص رح اكل، بس الله يخلي لي اياكي، الله يخلي لي اياكي، خليكي بالشام، لا بقى تروحي لا اسيا ولا افريقيا. طريف يعني، بصراحة أنا ما بعرف كذب عليك ولا أخبي عليك. المشكلة مو بالأكل الآسيوي ولا بالأكل الأفريقي. أنا بدي أحكي لك الحقيقة. الحقيقة إنه أنا طبخت الأكلة وعملتها يعني مثل ما لازم تنعمل، مثل ما قريتها، قطعت الخضرة وزبطت كل شيء. يعني وطلعت بتجنن، الله وكيلك طلعت بتجنن. رانيا حياتي، انت بعدك مصرة تدافع عن اسيا. المشكلة مو بالأكل الآسيوي ولا بالأكل الأفريقي. أنا بدي أحكي لك الحقيقة. تفضلي كملي. القصة وما فيها يا حبيبي، أنا حضرت الطبخة وحطيتها على النار، إجاني تليفون، طلعت ماما، قعدنا نحكي أنا وياها، كلمة مني كلمة منها، ندق الباب. أنا شو فكرتك أنت اللي إجيت. فتحت الباب، قام طلعت وحدة بتطير ضبنات العقل، اسمها أنغام، فاتت بدها تستأجر الأوضة يلي عنا على الأسطوح، كلمة مني كلمة منها، كلمة مني كلمة منها، راح علينا الوقت وما حسيت، رد ندق الباب، إجت جارتنا اللي مواجهتنا، قال اسمها سمر، وجايبت لنا صحن معمول كمان، معمولة منها، معمولة مني، معمولة منها، معمولة مني. احترقت الطبخة، قصدي تحمصت، فتت على المطبخ لقيت الدخان معبي الدنيا. بس حبيبي أنا يعني بدي أعتذر منك وبوعدك إنه هي آخر مرة، يعني أنا هي القصة ما عاد تتكرر معي أبدا. لأنه لما طلعت من البيت معصب نسيت محفظتي، ولما فت على المطعم ما لقيت المحفظة. شو؟ وطيت راسك؟ خلص. الفوضى، الفوضى معها، أنا بحب الفوضى على فكرة، بس الفوضى المنظمة. يمكن حدا يستغرب إنه شلون فوضى ومنظمة. إيه، في فوضى منظمة. ممكن أنا أكون خزانتي مقلوبة فوقاني تحتاني، بس أنا بعرف وين غراضي.
افتح الباب بمفتاحك، ليش اخترعوا المفتاح؟ كل واحد بيكون معه مفتاح هو بيفتح. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. شو ما شاء الله حولك، مو مخلي شيء بالسوق مالك جايبتي؟ من الصبح عم بفتل، قلت لحالي بما اني قاعده هون بلبنان خليني انزل اعمل شويه شوبينج. ايه والله برافو عليكي، اصلا البضاعة هون كتير حلوة، غير شكل كله ماركات. مزبوط كلامك يا رانيا، بس تعرفي شو؟ على قد ما برمت تعبت وتكسروا اجري، قلت لا كسروا اجري، قلت لا اطلع ارتاح عندك شوي بعد هالبرمه كلها. يا عميد اهلا وسهلا فيكي، البيت بيتك، ما بتصدقي قديش مبسوطه فيكي، ما شاء الله حولك رجلك خضرة لك، من وقت ما اجيتي لعندي ودقيتي الباب ما ضل جار ولا جارة الا ودقوا علينا. ما قلت لك كل واحد وله ظروفه بهي الدنيا. ايه والله معك حق، هذا حكيك وحكي امي. شفتي كيف؟ وانت شفتي؟ مرحبا، مرحبتين. أنا جارتك أم سعيد، صراحة حابة أتعرف عليك كتير. يا اهلا وسهلا، وانا رانيا، تفضلي تفضلي. صراحة عندك ناس وماني عارفة، أنا بعتذر جاية بلا موعد. لا شو هالحكي، البيت بيتك، هيدي يعني مو جارتنا ها، هي ساكنة عنا فوق بالأوضة على التراس، هي أنغام من الشام. يا الله شو بحب أهل الشام وحكياتهم. يتقبشينا، نحن بنحب اللبنانية وحكياتهم، تفضلي تفضلي. تفضل. يا عميد اهلا وسهلا فيكم، كيف قوتكم؟ انا اعذريني بدي اطلع ريح شوي لانه كثير تعبانه من برمه السوق. امانه ما بتقومي؟ شو هالحكي هاد؟ خليكي قاعده معنا، لسه القعده باولها، خلي هالجمعه الحلوه تضل. طيب بس ما كثير منطول. ماشي اتفقنا، اهلا وسهلا. وأنا كمان ما فيي أتأخر، صراحة تركي الأولاد لحالهم، وكنت حابة أتعرف عليكي من قبل، بس بتعرفي كل واحد وظروفه، مزبوط. بدك تعذرينا. ولا يهمك حبيبه قلبي. جاية لعندك أول مرة وعندي طلب صغير. تكرم عيونك، طلباتك اوامر، بس طلب قولي لي شو بدك، نحن صرنا اهل. يا حبيبتي شو مهضومة، عن جد خجلتيني. للحقيقة كنت عم بطبخ وفجأة خلص الغاز، اتصلت بالسوبر ماركت تجيبوا لي جرة، قال ما عندهم اليوم. احترت شو بدي أعمل، قلت ما إلي غير جارتي حبيبتي، منه بتعرف عليها ومنه بخلص طبختي عندها. غالي والطلب رخيص، ولو هلا ححط لك اياها على النار. خلي عنك. ما شاء الله حولك شو خجوله. صراحة كلهم بيقولوا لي نفس حكيتك. يلا رح اقوم حط لك الطنجره على الغاز. خلي عنك. لا اي تقبريني، خليكي انت مرتاحه، ارتاحي. رانيا نعم. إذا عندك شي بصلتين، تسلمي. بهار، على عيني. ملح، على راسي. مكعب ماجي، اوكي. ليكي ما تنسي اللحمة. ولو فظاعة، أنا كتير بستحي من العالم. واضح واضح. يلا حبيبي، ليش ما عم تاكل؟ يلا حبيبي، بسم الله بسم الله، يلا تفضل تفضل. تفضل. ليش في هيئة أكل؟ هولي خرجوا يكونوا عينة الفحص بالمختبر. لا حبيبي لا، هذا يا حبيبي انا حسيتك هالفتره زايد وزنك شوي، شو قلت لحالي هيك بساعدك تعمل ريجيم، لانه شفت بالتلفزيون قال انه الرز هو اكثر ماده بتسمن البني ادم، فقلت لحالي بدل ما احرمك من الرز بشكل عام هيك بخفف لك الكميه، منه بتضعف ومنه يعني يلا كل كل، بسم الله بسم الله. هلا أنا زايد وزني؟ مش قبل يومين وزنت حالي بالصيدلية اللي حدنا أنا وأنت وطلعت نازل كيلو؟ لك ايه والله. لك نسيت يا حبيبي، ده انا اللي زايد وزني، انت نحفان. مزبوط نسيت، يعني ايه في فرق بيني وبينك، انا مشاني انا خففت الرز مو مشانك انت. والله شو؟ إيه والله. طب أنا شو ذنبي؟ شو ذنبك؟ لا يا حبيبي ما حبيت منك هي طريف، مو انت لازم تتضامن معي، مو الرجال والمرأة على السراء والضراء. رانيا ما تجننيني، امبارح أكل محروق واليوم عينة، إنه شو قصتك يا عمي فهميني، ناوية تموتيني جوع يعني؟ بعد من الصبح طالع من شغلي وواعد حالي ارجع على البيت لاقي أكلة طيبة مثل أكلتك الطيبين اللي كنت تعمليهم، بتقومي بتفاجئيني بهون؟ خلص حبيبي ما تقول هيك، بعيد الشر عنك، لك القصة ما فيها، شو بدي لك يعني، أنا الحقيقة يعني أنا كنت طابخة طنجرة، طنجرة كبيرة رز وطنجرة تانية من هي الأكلة، بس يعني اللي صار إنه يعني كنت حاسبة حسابي وحسابك عن جد والله العظيم، بس اللي صار إنه دقت الباب أم سعيد وفاتت لعندي. أم سعيد؟ امبارح قلتي لي اسمها سمر. لا هي وحدة تانية، هي جارتنا التانية أم سعيد. رانيا الأكل وين راح؟
ها لحلك وين راح الاكل؟ ام سعيد جارتنا جابت الطنجره تبعها لانه خلص الغاز عندهم وحطته على الغاز عنا، قام شافت شو طنجره الرز دقت لقمتين، قام عجبها الرز كثير قام سكبت لها. انه هي تاكل وتنبسط وانا موت من الجوع. يا حبيبي لا بعيد الشر عنك، يعني هي ما اكلت كثير وانبسطت كثير لحالها، يعني هو زاد اكل من بعدها. كيف ما اكلت كثير وهيدا شو هيدا؟ هو هون بقى يعني القصة وما فيها انه ام سعيد اكلت بس كانت انغام قاعدة، قلت مو حلوة ما اسكب لها لانغام، يا لطيف يا لطيف يا ظريف شو انبسطت بالاكل، طار على تاكل وتزلغط تاكل وتزلغط، قال بحياتها ما داقت مثل اكلاتي، كثير حبت طبخي. رانيا انه معقول اللي عم تحكيه؟ مبسوطة باللي عم يقولوه عن اكلك وجوزك ما ملاقي اكل ياكل؟ هلا هيك يا حبيبي بدل ما تنبسط انه انا وصلت الاكل الشامي على لبنان، هذا اللي بيسموه حوار الحضارات. حوار شو؟ الحضارات. رايح اتحور بمحل تاني انا، فعلا من هون، رايح على شي مطعم ما يلحقني فيه لا جار ولا حجار، بسطي كلي لحالك. وخلص بس دوق. خلص بديش دوق شي. عدل هالبيت. قصتي هالمرة بتختلف كتير يا دكتور. يمكن نحن بالوراثة بننطرد من الجنة، أنا كنت عايش بجنة وانطردت منها. من وقت اللي فاتوا الجيران بيناتنا وأنا ماني عايش ببيتي. يا الله منك يا ظريف، ما بتبطلها هالعاده انك ما تفتح بالمفتاح تبعك. مرحبا. يا اهلا وسهلا، ما تواخذيني تقبريني، اتاجرت. لحظة أنا جارتك أم حسام، يلا يا ولاد تعوا يلا حاولوا. وانا رانيا. الحقيقه يلي قدر يكسر لي هذا الروتين ما بس كسر الروتين، كسر لي الكاسات والصحون والفازة، بس مثل ما قلت كسر الروتين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ام حسام، عن جد شرفتينا انت وحسام وهمام. تسلمي يا عمري، والله أنا من زمان كنت بدي أجي لعندك، بس الشغل أخذ كل وقتي وكل إنسان عنده ظروف. مزبوط. لكن هالولاد بضلوا لحالهم مثل ما بتعرفوا بدهم تفرغ كامل. لك الله يخلي لك ياهم، معلش بتعرفي انه انا لهلا ما سالتك شو بتشتغلي؟ أنا بشتغل تاجرة. ما شاء الله عليكي، تاجرة شو؟ أنا بتاجر بكل شيء ممكن يخطر على بالي، بالثياب، بالأحذية، بالميك اب، بالعطورات، وإذا بدك بأجر بيوت كمان. ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي، معناتها مثل الزبدية الصيني، من وين ما رنيناكي بترني. بدك خلي لي اياكي كلك ذوق يا حلوة. بدي اسألك دخيل عينك، خير ان شاء الله سيارة الإسعاف، ليكي يعني انت محلك وين؟ قريب من هون من البناية؟ لا أنا محلي هون. هون وين هون بيتنا، ما فهمت عليكي، معلش تفسري لي. أنا قصدي أنا ببيع بالبيت، يعني ببرم بالبضاعة جديدة على الجيران وهن بياخدون مني، يعني أنا كل الجيران بتاخد مني، وحياة عينك أنا بس جيب البضاعة على البيت ما بتقعد عندي أكثر من يومين 2، وأنا بجيبهم كلهم ماركات، مثل ما بتعرفي الماركات كتير غالية، بس أنا بصير كل زبوناتي لأني أنا أساساً ببيعهم بالتقسيط المريح، مشان هيك كلهم بياخدوا مني. دخليك أنت ما عندك ولاد صغار؟ لا ما عندي، الله يخلي لك اياهم، يا ريت تناولي حسام محرمه، لازمته للمحروس. لا تواخذيني. ان شاء الله هالعدة بتكون خير وبتملي البيت كله ولاد. الحقيقة أنا كنت جايبة معي ثياب ولاد صغار، قلت بلكي بدك منهم شيء. ما عندك اخوات؟ لا تقبريني، أنا ما عندي إخوات، أنا وحيدة لأهلي. ان شاء الله يا رب الله يحفظك ويخليكي وتعودي انت ان شاء الله. حبيبتي كثير شهيتيني شوفها لهالبضاعة، الله يخليكي فرجيني إياها على السريع. ولك تكرم عينك تقبريني وحياة ولادي، بعدنا هلا جاي من سوق الجملة من الشركات اللي أنا بتعامل معهم هون بالبناية، بعد ما حدا شم ريحة والله لو عرفوا ما بيخلوا قطعة إلا ما بياخدوها، صدقيني ما بيعطوني وقت سعرهم. دخيل قلبك فرجيني بسرعة والله نطف قلبي. لك تكرم عينك يا تقبريني انت. بس على القليل يعني انت مش رح تعذبيني بالتقسيط مثلهم ما هيك؟ طبعا ما بحب التقسيط وجوزي ما بحبه، دخيلك دغري بدفع لك انا نقدي مثل ما بيقولوا، بعدين نحن جيران يعني اهليه بمحليه، يلا بدك خلي لي اياكي يا غالية ويعدم لي اياكم يا امهات التقسيط. شوفي هالفلوس شو حلوه لك مأحليها، شوفي بتاخذ العقل بتجنن. ماركة بتعرفي هي اخر موضه هي الاناناسايه. بعدين رح طلع لك اشياء كثير، انا الجيران خبروني عن ذوقك كله
قطنيات جايبت لك اياه هون، على الغسيل ما بيروح لونه، وحتى ما بيجعركم، يعني بتاخديهم مع المكوايه، بغسلين مع المكوايه. يلا فرجيني. في هيدي اللي حتاخد لك عنها. هي قصيرة ما وكله ماركات. بس هي صغيرة. اوه شو حلو. يا أمي شو حلوة. كتير غالية. ولك يا سعادين وقفوا حركة بقى، خلص أحسن ما أقوم لكم هون. شوف يا أم حسام خلينا نرجع لموضوعنا، $80 كتير غالية. لك يا حبيبتي انزلي على السوق واسألي عن سعرها، رح تعرفي أنا قديش سيرتك بالسعر. لك يا حبيبتي سايرتيني بس هي قطن بالأخير، يعني بصراحة هلا آخر الشهر وأنا ما معي هذا المبلغ. ولهيئتكم أنتم ما رح تسكتوا إلا بالدواء، ها؟ يا خزي العين شو بتلعبي جمباز أم حسام؟ ما شاء الله عليكي. يا خزي العين يا خزي العين، شو هذا الدواء اللي عم تقولي لهم عنه؟ بعدين انا قد ايه شفت تربايه واخلاق ما شفت مثل اولادك. مين هلا من هالسيره؟ هي انا حبيت هي بصراحه اكثر وحده. قد ايه حتحسبي لي اياها؟ رح اسيب لك اياها مثل هيديك، $80 يعني 40 ب40 ومقسطين على شهرين. عن جد؟ ايه كثير منيح، ممنونتك حبيتها كثير لانه ليكي شو عم يعملوا؟ ايه بيس هلا انتم ما حتسكتوا الا بالدواء، ها؟ وليه؟ لك شو عم تعملي يا مخلوقه؟ طولي بالك صلي على النبي. انت ناطره حدا شيء؟ لا انا مالي ناطره حدا، انت قلتي لي حدا انك جاي لعندي؟ ابدا لا انت حدا ولا حدا شافني، انت ما حدا جاي عندك اليوم؟ لك ما حدا جاي لعندي اليوم، انت متاكده انه ما حدا شافك من هون ومن هون؟ ايه والله متاكده، بس شو بدنا نعمل هلا؟ شو وطي صوتك، انت ضبي الغراب وانا حفوت هذا القميص اللي حبيته خبيه وافتح يلا بسرعه يلا بسرعه يلا حبيبتي لا تقروشوا. ولا كلمه ما بدي اسمع عن حدا. او التوقيت كمان، التوقيت الغير مناسب، انا مو مع الرسميات بس كمان مع احترام الخصوصيه، يعني على الاقل الواحد ممكن يدق تليفون. هلا صارت وسائل التواصل الاجتماعي متوفره مثل ما كلنا بنعرف، على الواتساب انه انا طالعه اشرب فنجان قهوه، بس مو دق مين افتحها، هي ما حبيتها ابدا لانه ممكن يكون وقت راحه، ممكن يكون واحد معصب ما جاء على باله يحكي، فيعني مثل ما قلت الفوضى والتوقيت. يا رانيا رانيا وين بتروح هاي؟ رانيا عليكم ما بدي اسمع منكم ولا صوت، ايه؟ خليكم هيك عاقلين، مفهوم حبيباتي؟ يلا هي انتي؟ اهلا وسهلا. بعرفك ام حسام، ست ام حسام تاجره، بتتاجر بكل شيء مثل الزبديه الصيني. من وين ما رنيتيها بترن. الاخ حسام الاخ همام، شو بدي اقول لك عن اخلاقهم عاليه كثير ما شاء الله. انغام جارتنا اللي سكنت عنا فوق بالاوضه، مطربه وفنانه استعراضيه. اهلا وسهلا فيك، تشرفت. رح اعملكم فنجان قهوه مشان تتعرفوا على بعض على رواق. لا انا ما فيي اشرب شيء دخيلك، من لما ظهرت من الصبح حتى اجيب البضاعه وبعدني على لحم بطني، معدتي كثير عم توجعني. يبعت لي حمى خسى الجوع، رح اعمل لك سندويشه. ما بدي اعذبك يعني بس. ايه خلص مثل ما بدك بلاها. لا مش هيك، اولاد السعدين حرام كثير جوعانين. سيد حسام وسيد همام بيحبوا ياكلوا شيء معين ولا على ذوقي؟ ايه طبعا ما بياكلوا شو ما كان. يعني اذا عندك اندومي حلويات معلبات حرام نسكرهم تمهم يعني. ايه والله حرام مسكينه، على عيني على راسي، تكرم عيني. بتحبي اعمل لك ارجيله؟ يعني اذا ما في ازعاج. ايه لا ولو على راسي. رانيا ما تنسي العصير الفريش لانه الاولاد ما بيشربوا عصير معلب. أنا كنت عايش بجنة وانطردت منها من وقت اللي فاتوا الجيران لعنا، وأنا ماني عايش ببيتي. شو؟ أنت معي دكتور؟ ليه وطيت راسك وهزيت فيه؟ أنت مثلي كمان، مشان هيك فاتح حياتك ليل نهار. طيب طالما طلعنا اثنيناتنا مطرودين سوا، يا ميت اهلا وسهلا. حضرتوا ما حضر واجبكم. شو تقبريني ام حسام كانه ايدك لساتها على بطنك لساته عم يجعين؟
لك يسلموا ايديكي انت يا طيبه يا كريمه يا قمر انت. لا الحمد لله صحت بطني. ايه الحمد لله، الف الحمد لله. حبيبي حسام، حبيبي همام، ان شاء الله انبسطتوا بالاكل. تقبروا قلبي، شو قوانم دخيلكم، انا دخيلكم. ست سما انت ما عشقتيني، هذا مو اكلك بالمره. رانيا بتعرفيني انا بحب دني سمباتيك. ايه مساعد، لا تبعني عليك انا كثير. ليه بقى؟ ليش ما شفتي ابو سعيد وسعيد يتعشوا معنا؟ يا حبيبتي شو مهضوم، ان شاء الله مرت الجاي الله راضي. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبتي انغام، انا طلعت لك صحن من الاكل اللي بتحبيه على اوضتك لفوق. ايه سلم ايديكي، بس المره الجايه يعني خففي لي الملح شوي، بتعرفيني ما بحب الملح، وكم مره صدقت لك. ايه والله معك حق، ما تواخذيني، الله يخليكي. تفضلوا تفضلوا تنقرشوا. ايه بس العصير كان كتير قليل، الاولاد بيشربوا كتير عصير. لا تواخذيني تقبريني، قصرت هلا برد بعصر لهم. تفضلوا تفضلوا. يلا يلا ماما يلا. مين هون رانيا؟ حبيبي هدول جاراتي، ام حسام، حسام وهمام، سمر ام سعيد، وهي جارتنا الحلوه انغام يلي سكنت فوق بالاوضه، الفنانه الاستعراضيه اللي حكيت لك عنها يلي بترقص. بترقص. وهول شو هول؟ هدول نقرشه، بطاطا، تفاح، بزر، قضامه، يعني انا عشيتهم للجماعه وخفت يكونوا ما شبعوا وخجلوا مني، فقلت بيتنقرشوا شوي. بلشوا نقرشي ها؟ البراد والثلاجة ليه فاضيين رانيا؟ عم عزلهم حبيبي، عم عزلهم. عزليهم رانيا؟ ايه الحقيني. ما تواخذوني يا جماعة، اعتبروا البيت بيتكم، ها؟ تقبشوني حبيبي حسام، بحبك كثير أنا. يلا حبيبي هون هديك اللحظة كانت على قد ما لا هيك يعني صعبة، على قد ما كانت هلا لما بتذكرها بقول يا امي منيح لي كانت ردة فعل طريف. بس هيك لما فات ولقى الدنيا قايمة قاعدة والأكل والشرب وكله على الطاولة ومرمي وزقط هداك الصوت، أنا كتير ارتعبت وبنفس الوقت كتير خجلت وانحرجت قدامهم. بعدين كان هو مقرر إنه يترك البيت ويمشي ويروح لعند أمه على الجبل. هلا أنا بصراحة كتير زعلت وتضايقت إنه رح يتركني لحالي، بس لما صفنت بالفكرة إنه معه حق، هذا مكان راحته، هو بيجي تعبان من شغله، فالمفروض أنا أحترم خصوصية زوجي، يعني أنا أوفر له الجو المناسب. يمكن بهذا الوقت أنا فكرت بأنانية، يعني فكرت بس إنه أنا بدي أكون مبسوطة وأنا أكون مرتاحة، لأنه هو بيروح الصبح بيرجع المساء أنا بضل لحالي. بس ما فكرت إنه هو لما لازم يرجع لازم يكون في أكل موجود، لازم يكون البيت جوه مناسب. فأنا بلوم حالي إنه هون كنت أنانية، وأكيد يعني هي اللحظة ما بتمناها تتكرر، لأنه كانت محرجة كتير إلي قدام جاراتي، بغض النظر عن تفاصيل علاقتي فيهم، بس إنه عيط علي قدامهم أنا زعلت شوي، مع إنه معه حق. هذا مش بيت، هذا قهوة على الشارع، حضانة، روضة، كل شيء إلا بيت. طريف، لك شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ طول بالك الله يخليك، معقول تتركني وتروح؟ ما بتعرفي قد إيه بحبك. رانيا هيدا بيتنا كان جنة. بتتذكري قبل ما يفوتوا الجيران بيناتنا كيف كان رايق ومبسوطين، حياتنا حلوة ومنظمة وكله تمام؟ مزبوط، بس أنا ما كنت كتير مبسوطة، أنا كل الوقت مقهورة، أنا لحالي، أنت بتروح من الصبح للمساء على شغلك، أنا أهلي مالهم هون، أنا بحاجة أحكي مع حدا ويحكي معي، اسمع ويسمعني. لك إيه أنا مش ضد هيدا كله، بس اللي عم بيصير بالصالون ما له علاقة باللي عم تحكيه، يا عمي هودي عم يستغلوك وأنت منك منتبهة لحالك. رانيا الجار الحقيقي يا حياتي بيحترم خصوصيات جاره، بيظبط وقته، لك هودي استباحوا حياتنا ووقتنا حتى ثلاجتنا. روق معك حق، بس أنا هلا محرجة ما بعرف شو بدي أتصرف. حبيبي الله يخليك، خليك معي بس ساعدني. شو؟ مستحيل ضل هون، راح اطلع على جبل اقضي العطلة مع امي تكون انت انبسطتي مع جيرانك. طريف مشان الله يخليك طريف. ليه شو صاير؟ بس ممكن حدا ما بيحكي،
أو حدا مضطر. الجيران كتير مهمين بالحياة، أو نحن ربينا على هي القصة، إنه لسابع جار مثل ما بيقولوا. بس بحس إنه الزمن اختلف، الزمن تغير. لازم دائما نكون وعن تجربة شخصية يكون في خصوصية، في خط أحمر ما لازم نتجاوزه، لا نحن مع الجيران ولا الجيران معنا. بعتقد هيك الحفاظ على يعني ماء الوجه. رانيا شو صاير هون؟ انت مش شايفه؟ شو صار معك؟ شو مش عم بفهم؟ على فكرة كتير بحبهم لحسام وهمام، يمكن لأنه ما عندي أولاد. بس في كتير مثل طريف ومثل رانيا، مثل أم حسام وسمر، مثل أم سعيد، مثل أنغام، حلوين. بس يمكن ما لازم يجتمعوا بمكان واحد، ما بعرف، مع أنه أنا بحب التنوع ونحن كبشر متنوعين كتير. كل بناية في من مختلف الأنواع، أنت بتقرر شو تكون. في ناس ما بتفتح بابها، في ناس بوابة مشرعة، ومثل ما قلت مجازيا هي يعني بمعنى القلب. الباب هو القلب، أنت بتفتح قلبك أو بتسكره لجيرانك أو لغير جيرانك. هي حسب تركيبة البشر وحسب طبيعتهم. أبصر مين إجا لعنا هلا، بس ما بعتقد حدا من الجيران. أكيد هذا طريف، بدكم ما تواخذوني، لازم أقوم حط له أكل. بلاقي معك حق ساندويش برجر، لأنه لما طلعت من البيت معصب نسيت محفظتي، ولما فت على المطعم ما لقيت المحفظة. شو؟ غطيت راسك. خلص ما تحكي، أنا عذرتك. قلت لك خلص ما تحكي، مش ناقص شكوى. أصلاً مبين إنه أنا مصدر رزقك الوحيد بهالعيادة، إنه ما في مرضى غيري. ما تخاف، ما رح طيب من شانك. حرام نقطع برزق العالم. بيكذب عالريق، بيكذب أول ما يفيق. كله بيكذب عالريق، بيكذب أول ما يفيق. إذا ناوي ترتاح بالدنيا خفف لي التدقيق. هو بيكذب عالريق، كله بيكذب عالريق، بيكذب أول ما يفيق. كله بيكذب عالريق، بيكذب أول ما يفيق. إذا ناوي ترتاح بهالدنيا خفف لي التدقيق. وبيكذب عالريق. جارة بتكذب عالجارة، جوزها بيكمل عالحارة. جارة بتكذب عالجارة، جوزها بيكمل عالحارة. هور يا ابو الهوارة ولحق عالتطبيق. وبيكذب عالريق كله.
الصحبة مغشوشين بيقلك على طربوشي، حتى الصحبة مغشوشين بيقلك على طربوشي، ببيعك بمنقوشي يا عيني ملا رفيق بيكذب عالريق، كله بيكذب عالريق، بيكذب أول ما يفيق، كله بيكذب عالريق، بيكذب أول ما يفيق. إذا ناوي ترتاح للدنيا خفف لي التدقيق، هو بيكذب عالريق